عجوه اصلا، يعني تحس ان مفيش عجوه اصلا جواه بتاع بيسكو مصر ده. العجوه اللي جواه دي تحس ان هي مش بلح، تحس حاجه تانية كده. والطبقه بتاعت ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد يا جماعه، وفيديو حاجه كده بقى، حلويات كده ومسكره جميله وكل الناس بتاكلها. النهارده بقى حلقتنا يا جماعه عن المعمول. المعمول ده يا جماعه عباره عن ايه؟ ده بسكويت بيبقى الخامه بتاعته ناعمه كده، وجواه عجوه، بيبقى محشي بالعجوه. العجوه دي اللي هي البلح يعني، تمام. وطبعا المعمول ده انواع يا جماعه. انا جبت النهارده 3 انواع من المعمول زي ما انتم شايفين كده. 3 انواع من المعمول زي ما انتم شايفين. اول نوع معانا يا جماعه ده بتاع بيسكو مصر، ده معمول بيسكو مصر. انا بقرب لكم اهو على الكاميرا عشان تشوفوا. ده اول نوع، ده بيسكو مصر. ده يا جماعه سعره 3.5، سعر القطعه 3.5. ده معمول بيسكو مصر. تاني حاجه معانا النهارده معمول ابو عوف. معمول ابو عوف دي سعرها 4 جنيه ونص، تمام زي ما انتم شايفين اهو في الكاميرا. تالت حاجه معانا معمول العبد، دي سعرها 5 جنيه، سعر القطعه 5 جنيه. دي معمول العبد. ودي ازازه الميه يا جماعه بتاعت كل مره. الفيديو اللي فات نسيتها، بس الفيديو ده ما نسيتهاش، دي معايا على طول في كل فيديو. ناخد بقى بق الميه الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا جماعه قبل ما ابتدي المقارنه، كنت عايز بس اتكلم معاكم في موضوع مهم. دلوقتي يا جماعه يعني احنا كلنا المفروض بنبقى ايد واحده. يعني الناس المتابعين والمشتركين دول بيبقوا المفروض ان هم مشتركين على اساس ان هم بيحبوا القناه بتاعتنا، بيحبوا القناه بتاعتي. يعني اللي بيشترك في القناه بيحب القناه وبيحب المحتوى، ودخل شاف اكتر من فيديو فعجبه فاشترك في القناه. ده اللي انا اعرفه. اللي بيشترك في القناه بيشترك بالطريقه دي. غير كده يعني لو هو بيشترك ان هو بيجاملني، فانت والله العظيم بتضرني. بتضرني بمعنى ايه؟ يعني انت لما بتخش دلوقتي تتفرج على الفيديو، يعني فيديو مثلا 4 دقايق بتتفرج منه دقيقتين، فانت بتضرني. فيديو 6 دقايق بتتفرج منه 3 دقايق، فانت برضك بتضرني. انا بعرف كل الكلام ده منين يا جماعه؟ عندي في الاحصاءات يا جماعه بتاعت القناه بتاعتي. بخش طبعا على اليوتيوب ستوديو بره، الابلكيشن اللي كلنا بننزله لو عندنا قناه. الابلكيشن بتاع يوتيوب ستوديو ده بخش عليه بيجيب لي الاحصاءات بتاعت الفيديو. الناس شاهدت قد ايه من الفيديو، معظم الناس اللي دخلت لك نسبة النقرات على النقرات دي اللي هي مثلا ايه؟ اللي هو بيخش يتفرج على الفيديو كامل، فهو نسبة النقر عنده مش نسبة النقر بتاعت الفيديو بتنزل ليه؟ لأن بسبب إن الفيديو ما بيتشافش بطريقة كويسة للآخر، تمام؟ ثالثا بقى يا جماعة المشاهدات، تمام؟ المشاهدات يعني مثلا ألاقي مثلا 80 مشاهدة مثلا في أول 4 ساعات، والاقي مثلا 25 لايك. ازاي؟ انا مش عارف. يعني ازاي؟ انا مش عارف. انتوا يعني انا بتكلم معاكم بما يرضي الله، انتوا قولوا لي يعني هل ده ينفع؟ يعني هل ده ينفع؟ يعني انت مثلا بتخش تتفرج دقيقتين وتطلع، هل مثلا انت بتجاملني؟ يعني بتجاملني ليه؟ طب لو انا اصلا مش عاجبك من الاول والقناه مش عاجبك المحتوى بتاعها، طب ما تقول لي، او مثلا ما تقوليش، يعني مثلا ما تشتركش. الكلام ده طبعا يا جماعه بعيدا عن الناس المحترمه، المتابعين المحترمين، المشتركين المحترمين اللي بتخش وتشاهد الفيديو للاخر وبتعمل لايك وبتعمل كومنت محترم عشان الفيديو عجبهم وعشان القناه عجباهم. انما الناس اللي القناه مش عجباها، طب انت بتشترك ليه لما انت بتضرني؟ بتتفرج دقيقتين من الفيديو وتعمل لي لايك وتعمل لي كومنت، او ما تعمليش لايك وتطلع بسرعه، فانت كده بتضرني. بتخلي اليوتيوب يعرف لما انت دلوقتي بتخش بتعمل لايك من غير ما تشاهد الفيديو وتعمل كومنت من غير ما تشاهد الفيديو وتروح طالع، انت كده بتدي ايحاء او بتعرف اليوتيوب ان الفيديو مش حلو. او لو انت دخلت اتفرجت مثلا على الفيديو كامل وما عملتش لايك، فانت بتقول لليوتيوب الفيديو لحد الدقيقه كذا بعد كده الفيديو مش حلو.
فانت كده بتضرني مش بتفيدني. فانت لو مش حابب محتوى قناتي ما تخشش تشترك عندي، ما تضرنيش. طالما مش هتتفرج على الفيديو بتاعي، طالما مش هتعمل لي لايك وكومنت، تمام، يبقى ما تخشش تتفرج على الفيديو. انت كده بتضرني. فولا ضرر ولا ضرار يا جماعه. يعني احنا المفروض ان اللي احنا مشتركين مع بعض. والله انا بقعد طول اليوم قسما بالله الناس اللي انا مشترك عندها بخش اشوف النهارده في الجرس اللي هو عند اليوتيوب ده، اللي هو المحتوى اللي نازل جديد، بخش اشوف الناس اللي انا مشترك عندهم كلهم قسما بالله بيجي لي اشعارات لاي فيديو، بخش اتفرج على الفيديو كامل وبعمل لايك وبعمل انا كده كده بعمل اشتراك في القناه وبفعل الجرس. لازم يا جماعه لما تشتركوا تفعلوا الجرس. ليه؟ عشان يجي لكم اشعار ان انا نزلت فيديو. اول ما هيجي لك اشعار ان انا نزلت فيديو هتخش هتعرف ان في فيديو لحسن، او هيجي لك اشعار على التليفون عندك فهتعرف ان حسن منزل فيديو جديد. هتخش تشاهد الفيديو للاخر وتعمل لايك وتعمل كومنت، ده لو الفيديو عجبك. تمام. انا ما بتكلمش يا جماعه اجباري، ولا بتكلم عن الناس المحترمه ولا الناس الكويسه، انا بتكلم عن الناس اللي بتضرني. لان انا الاحصاءات هي اللي بتقول لي كده. الاحصاءات بتقول لي ان الناس بتشاهد كذا وبتعمل نسب نقر كذا. انا مش بالف، انا بقول على الاحصاءات اللي عندي. فيا جماعه بالله عليكم اللي يخش ويعجبه المحتوى يتفرج على الفيديو كامل للاخر ويعمل اللايك. ما ينساش اللايك، لان انا بلاقي برضك 80 و25 لايك، 80 مشاهده و25 لايك. طب ازاي ال 80 دول يا جدعان 25 منهم لايك؟ ازاي يعني ال 80 لو شاهدوا المفروض يعملوا على الاقل لايك؟ بتنسوا كمان اللايك يعني الناس بتنسى كمان اللايك. هو يا جماعه اللي انا بتكلم فيه ده مش اجباري يا جماعه. اللي مش عاجبه محتوى القناه يعني ما يشتركش في القناه. اللي مش هيتابع القناه مشترك فيها كده بس كمجامله لحسن، لا انا ما بحبش كده. لو انا المحتوى بتاعي يا عم مش عاجبك الغي الاشتراك. لو انا المحتوى بتاعي عاجبك كمل الاشتراك بس بما يرضي الله، اللي هو تتابع الفيديو للاخر وتعمل لي اللايك الحلو وتعمل لي الكومنت الحلو. بعد اذن حضراتكم كده انا خلصت كلام يا جماعه. يا ريت اكون ما ضايقتكوش بالكلام، وانا والله بتكلم على الناس اللي بتعمل كده، اللي بتدي لايك وكومنت وتطلع تجري من الفيديو، فهي بتضرني. وانا بتكلم على الاحصاءات اللي عندي، فمحدش يزعل مني ولا يتضايق مني. والله يا جماعه انا بتكلم على اللي عندي، الاحصاءات اللي قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا نبتدي الفيديو ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه يا جماعه نبتدي بالمعمول بتاع بسكو مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده يا جماعه شكله من جوه. ده كده شكل البسكويتيه، شكل المعمول من جوه زي ما انتم شايفين. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خد حته تاني. تقيل قوي. بتاع بسكو مصر ده تقيل قوي فظيع. والعجوه اللي فيه مش مسكره ولا مفيش طعم عجوه اصلا. يعني تحس ان مفيش عجوه اصلا جواه بتاع بسكو مصر ده. العجوه اللي جواه دي تحس ان هي مش بلح، تحس حاجه تانية كده. والطبقه بتاعت الدقيق اللي بره تقيله قوي، يعني مش قد كده بصراحه بتاع بسكو مصر. هنخش على معمول ابو عوف. ده شكله كده يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكلها كده من جوه، هي بس عشان دايبه خالص يا جماعه، نواعم خالص. هندوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسمها كده بس عشان ما تبهدلش الدنيا. ده كده الطبقه بتاعت البسكويت اللي فوق والعجينه بتاعته طريه كده وجميله. طعمه حلو جدا يا جماعه. والعجوه اللي جوه طعمها حلو قوي، وتحس ان هي يعني ايه مش ناشفه وطريه كده، والسكر بتاعها جميل جدا. خليها كده على جنب دي كمان. يبقى احنا كده جربنا بسكو مصر وجربنا ابو عوف. نخش بقى على العبد. بس اخد بقى بق ميه الاول.
على فكره يا جماعه انا بتكلم معاكم والله العظيم زي اخواتي، فمحدش يزعل مني في اي حاجه. انا بقول بناء على الاحصاءات اللي عندي، فانا زعلان ان الناس بتخش تشترك عندي وما بتتفرجش عليا. طب انت بتشترك عندي ليه؟ بس لو انا بتكلم غلط يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي يا حسن انت غلطان او بتتكلم غلط او كلامك غلط، والله ما هزعل، ولا بزعل من التعليقات ولا بزعل من الكومنتات ولا بزعل من اي حد عندي يا جماعه. هنخش بقى على العبد، ده اخر حاجه معانا، هندوق الطعم ونشوف. طبعا بعد ما هندوق دي اخر حاجه طبعا العبد، هقول لكم تقييمي لكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده شكل المعمول بتاع العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. فظيعه. ايه الجمال ده يا جدعان؟ ايه الجمال ده؟ بصوا من جوه خفيفه وجميله يا لهوي طعمها جامد قوي. فظيعه بصراحه، بسم الله ما شاء الله عليهم بصراحه. تقييمي بقى يا جماعه، العبد 10/10. احلى واحده طبعا ابو عوف 8/10. بسكو مصر 6/10. تعبان خالص يعني، هو اخره 6/10. وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعي خلص. اتمنى يكون الفيديو بيعجبكم وبتستمتعوا بان انتوا تتفرجوا عليا. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله على خير، وبحبكم جدا. وفكروا في الكلام اللي انا قلته لكم في اول الفيديو، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. وقبل ما نقفل، ازازه الميه الجميله، احلى بق ميه. باي يا حبايب قلبي.